من جين يانغ ضابط مخابرات صيني انتقل لمدينة نيويورك في التسعينات وأسس فيها أكبر عصابة سرقة سيارات في تاريخ أمريكا كله، وكانوا متخصصين في سرقة السيارات الفخمة بالذات. بالعادة السيارات المسروقة إذا الشرطة ما قدروا يحصلونها بيحصلون على الأقل قطعة منها، أو مثلا بيحصلون بقايا جسمها بعد ما الحرامية ياخذون قطعها، بيحصلون لها أثر في النهاية. بس يانغ وعصابته سرقوا آلاف السيارات بدون ما يحصلوا لها الشرطة أي أثر نهائيا، كأنها فص ملح وذاب. فوين كانت تروح السيارات؟ ويانغ هذا أصلا شو جابه من الصين لأمريكا؟ ليش ضابط مخابرات صيني يسرق سيارات في نيويورك؟ كل هالأجوبة بتعرفونها إذا تابعتوا القصة. السلام عليكم، معكم بدر. مدينة نيويورك كانت ولا زالت واحدة من أكبر مدن العالم، وبحسب التصنيفات تعتبر المدينة الأكثر ثراء على وجه الكرة الأرضية. فيها أكبر عدد من الأثرياء، في كل زاوية تحصل لك مليونير وفي كل شارع تحصل لك ملياردير. فبطبيعة الحال الأثرياء هذيلا بياخذون سيارات فخمة وغالية على مستواهم، فنيويورك كانت مليانة بالسيارات هذه. فعلى سنة 1999 صارت موجات السرقات تستهدف السيارات الفخمة هذه في نيويورك. الموجة هذه كانت يعني ضخمة جدا، تخيلوا ان في 48 سيارة من الفئة الراقية هذه انسرقن خلال أقل من شهر ونص، والسيارات كانت تختفي في ثواني. عمليات السرقة تصير بسرعة الصاروخ، وتكون عمليات هادية بدون أي إنذارات وبدون أي إزعاج. يجي الحرامي يقتحم السيارة بهدوء، يشغلها وياخذها. العصابة ما كان عندهم تركيز على منطقة معينة يستهدفونها في المدينة، لا، كانوا يسرقون السيارات من كل مكان، من المولات، من المواقف الأرضية، من الشوارع الجانبية، ما خلوا مكان. العجيب ان كل السيارات هذه ما ترجع تظهر مرة ثانية. يعني بالعادة نسبة كبيرة من السيارات المسروقة إما أنهم يحصلونها أو يحصلون قطعها أو الجسم مالها على الأقل، لأن الحرامي على الأغلب بيفككها وبيرجع يبيعها كقطع غيار في السوق، وجسم السيارة نفسه ينرمي في خرابة أو ينرمي في الشارع حتى. فالشرطة بالعادة يحصلون أثر للسيارات المسروقة هذه في النهاية، بس السيارات اللي كانت تسرقها العصابة الشرطة ما كانوا يحصلون لها أي أثر، لا قطع غيار، لا جسم، ولا أي شيء، كأن السيارة بعد ما تنسرق تختفي. فشو كانوا الحرامية هذيلا يسوون بالسيارات بعد ما يسرقونها؟ وين يودونها؟ سؤال حير الشرطة. فبعد التفكير والبحث قالوا يمكن العصابة ياخذون السيارات ويصدرونها لبرا، ينقلونها لدول ثانية. المكان الوحيد اللي كان مناسب لعملية تصدير كمية سيارات ضخمة مثل هذه كان ميناء بروكلين في نيويورك. ففريق من شرطة نيويورك وبالخصوص من قسم التحقيق في سرقات السيارات توجهوا لميناء بروكلين هذا، وهناك أجروا عمليات تحقيق ومراقبة لفترة مش قصيرة، لكنهم ما لاحظوا أي نشاطات مشبوهة تتعلق بعصابة السيارات هذه. فهني حسوا أنهم يتعاملون مع كيان كبير، يمكن عصابة تنتمي لعالم الجريمة المنظمة، عالم المافيا، عصابة عندها إمكانيات عالية. لكن في الواقع المسؤول عن هذه العمليات كلها ما كان شخص في المافيا، ولا كان حتى شخص من أصحاب البلد، ما كان أمريكي. الشخص هذا كان اسمه من جين يانغ، واللي كان رجل صيني، والمفاجأة الأكبر أنه كان ضابط استخبارات في الجيش الصيني، وكان المسؤول الأول عن سرقة آلاف السيارات الفخمة من نيويورك. وخلال مسيرته هذه دخل مبلغ يوصل ل 40 مليون دولار، ونتكلم عن سنة 1999. يعني لو حسبناها بقيمة الفلوس اليوم مع حساب التضخم راح نحصل مبلغ أقرب ل 75 مليون دولار. متخيلين الرقم هذا كله بس من سرقة السيارات؟ فكيف قدر من جين يانغ إنه يكون هالعصابة وينفذ عملياته بهالمستوى من التخفي والاحترافية؟ عشان نعرف الجواب لازم نتعرف على ماضيه. من جين يانغ كان ضابط مخابرات في الجيش الصيني، وتم تسريحه من الخدمة في سنة 1990. بعدها انتقل لمدينة شانغهاي، المدينة اللي تعتبر المركز التجاري في الصين كلها، ومثل نيويورك تعتبر واحدة من أغنى المدن في العالم، ما بمستوى نيويورك لكن فيها عدد كبير من الأثرياء ورجال الأعمال. فبطبيعة الحال كان في طلب كبير في المدينة على السيارات الفخمة والغالية، بس السيارات هذه ما كانت تنباع في الصين. الماركات اللي تعتبر الماركات الأفخم في العالم ما كانت لها وكالات في الصين. فهني صاحبنا يانغ
شاف فرصة ممكن يستغلها، فراح وتواصل مع عصابات المافيا والعالم السفلي في مدينة شنغهاي، وعرض على زعيم واحدة من العصابات صفقة بزنس، وقال